النادي ده بيتباع، فاشتراه على اوليكس هناك في جنوب افريقيا، وجه كسبك في اول مشاركه ليه في الكونفدراليه، وصل نص النهائي على قفاك. معقوله انت بتقول الكلام ده يا كابتن؟ انا مش عايز اقول لك يا كابتن، انت اصلا لا تصلح مبيض محاره حتى. ده الناس دي انضف منك واحسن منك بمراحل. هو ايه الهبد اللي انتوا وصلتوا له ده يا جماعه؟ هو الاهلي فعلا لكم شرخ وارتجاج في المخ كده؟ انا عذركم والله، ان انت فعلا بتشوف واحد زي امام اللي هو احسن لاعب في افريقيا بيلعب بالمستوى ده مع الاهلي، وهيساهم معاه ان شاء الله بالفوز في معظم البطولات، وبيأدي في معظم البطولات اللي انت ما بتشوفهاش غير عن طريق النادي الاهلي، وما بتشوفهاش الا في التلفزيون، واللي بيمثلها التيشيرت الاحمر اعظم تيشيرت في القاره. فانا عذرك يا اسامه حسن، بس تقدر تقول لي المطعم اللي خرجكم من الكونفدراليه ده جامد ولا تعبان؟ ولا هو انتوا اللي تعبانين؟ ما تقولوش اي كلام. زي اللي انا قابلت مشجع زملكاوي بيقول لي حتى لو خدتوا كاس العالم للانديه هيبقى الزمالك هو اللي واخده. قلت له خير يا استاذ، طب ما تفهمني المعلومه دي. قال لي عشان انتوا عندكم معظم اللعيبه دلوقتي اللي بتكسبكم بطولات من الزمالك. قلت له لا بصراحه عندك حق في دي. طب احنا المفروض اما ناخد بطوله وناخد 10 مليون دولار نبعت التلت للزمالك والتلتين ناخدهم احنا؟ والله انا عرفت ليه الاهلي عامل في الناس دي كده. وزيزو هيجي مستواه يعلى في الاهلي، بس انا ما افتكرش اللي هو ممكن يعدي لاعب زي امام عاشور اللي احنا شفناه بيقاتل امبارح على كل كوره، سواء في الهجوم وسواء في الدفاع، وسواء الكور اللي كنا شفناه بيها في ماتش زي بيراميدز اللي فات اللي كان طلع بيها الطلعه الغريبه دي، وعملها قبل كده في ماتش سيراميكا وجاب منها جون في قبل نهائي الكاس. فاحنا بنقولها تاني، امام عاشور كواليتي عالي، وكل لعيبه الاهلي كانوا محترمين وكانوا على قدر المسؤوليه وكانوا رجال. واحد زي العش كنا قلقانين منه عشان اول مره يلعب افريقيا، بس كان راجل امبارح ولعب على قد ما قدر. احمد رضا لعيب كواليتي عالي جدا، مع اني كنت بتضايق من كولر اما كان بينزله في معظم الماتشات، بس لعيب فنيا ولعيب فكري عالي جدا، واللعيب ده هيجي منه كتير. وكولر نشيد بيه بصراحه زي ما كنا بنقطع فيه، اللي هو لعب بخطه محترمه امبارح وقدر يخرج بالنتيجه دي، واحنا زعلنا اللي هو ما كسبش، بس التوفيق ما كانش حالفنا لاخر دقيقه. واحنا بنقول لك يا كولر منتظرين منك افريقيا والدوري. زي ما قلنا بيراميدز المهزوز وقع في ماتش وتعادل ماتش، والدوري جالنا ينور. ما كانش يبقى الخطيب اللي ادى للمستثمر، واحنا مش هنزعل منك يا خطيب. انت خدت قرار بعد كده ما كملتوش نظرا لبعض الحاجات اللي انت شايفها صح، بس انا بقول لك يا خطيب لو انت كنت عايز تهادي المستثمر وما تزعلوش عشان ما يقعدش، فاحنا مش هنزعل منك في حاجه. وكل التوفيق للنادي الاهلي، ان شاء الله هنشوف اهلي ناري في كاس العالم للانديه. سلام.